السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. احنا هنعمل مع بعض دلوقتي، احنا نعمل السبت، هنكسي السبت بتاعنا. طبعا في ناس بتشتريه بقى بدخلة العيد، وفي ناس بتخليه كده، بس انا بفضل ان انا اكسيه عشان خاطر بيبقى شكله حلو او ارخص، يعني بتوفري كتير قوي عن اللي بتشتريه من بره، ومش بيبقى حلو زي ما بتعمليه في البيت. انا بحب اعمل السبت واغير له الكسوه بتاعته من وقت للتاني. بصوا انا عندي كده هنعمل له البطانه هنا من جوه كده. عندي ده قماش مركون، عندي بوزن مخدات مش عايزاها حاجه، ادي دي كده حته ناحيه، وهنجيب كده الناحيه التانيه دي كده، يبقى شكله جميل واحسن واوفر واحسن من بره بكتير. بصوا، وهنجيب دي كده. بصوا لسه بقى ده هيكون يعني لسه هنقفل بقى وهخيط معاكم. وعندي هنا ده اللي هو القاع بتاعه من بره من هنا، عشان انا عندي هجيب ده كده. ده الشكل بتاعنا اللي احنا هنعمله للسبت. انت لو جبتيه من بره مش هتجيبيه بالحاجات دي، وبيبقى غالي لو جبتيه في اي حاجه ولا اي شغل، بيبقى غالي. بصوا عندك دي كانت قماشه عندي بتاعت ستاره زي برقع، ما مش بستخدمه في حاجه. بصوا، وهنرفع شويه عن كده عشان يدينا الشكل اللي احنا عايزينه كده. تمام، وهنخيط بقى، اقفل عليها واوريكم هنعمل ايه. بس قبل ما اخلص الفيديو ما تنسيش تحطوا اللايك وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. يلا اوريكم بقى، يلا اوريكم هنعمل السبت ده ازاي. بصوا زي ما انتم شايفين كده، انا حاولت اظبط القماش كده، وهنثبت معانا بالابره. عندي هنا خيط وابره اهو، الابره اللي هي الكبيره بتاعت المنجد دي. هوريكم هنبتدي ازاي. هنجيب كده، عندي هنا هنجيب من جوه كده، من جوه السبت، وبنعدي بقى من اي فتحه في الفتحات بتاعت السبت دي من بره، ونخيطها زي ما انتم شايفين كده. ناخد كده اول غرزه، وهنرجع تاني اهو زي ما انتم شايفين، وهرجع تاني من جنب المكان اللي انا دخلت منه بالشكل ده كده. خلي بالنا بس ايه عشان ما نشكش ايدينا وكده. وهكمل بقى بقيه تبطينه السبت من جوه اللي ببطنه كده، وهوريكم هنعمل ايه. هنكمل بقى مع بعض بعد ما نبطنه من جوه وهكمل معاكم. بصوا كده، عندي هنا بصوا كده قفلنا كده بطلنا السبت كده من جوه. هنعمل بقى اللي هو القاع بتاعه ده من بره، عشان انا القماشه دي هخليها من بره، فهي مش هتيجي، مش هتعمل ايه، مش هتكمل هنا. فاحنا جبنا ايه، جبت دي كده اهي، وعملت لها كسرتين من جوه، وهنقفلها زي ما انتم شايفين كده. هنجيب كده الابره كده من جوه اهو زي ما انتم شايفين، ونعمل كده ونخرج ونكمل كده، وهكذا هنكمل بقى بقيتها بقى نقفلها كلها، واوريكم هنعمل ايه بعد كده تاني. كده عملنا القاع بتاعنا زي ما انتم شايفين، عملنا جوه وعملنا من بره. هنجيب ده كده زي ما انتم شايفين، هنبتدي بقى نظبط ده كده. انا عايزه اظبط ده على اساس يديني الشكل ده كده، يبقى كده الشراشيب بدورين كده. هنبدا بقى نمسك بقى اول غرزه من هنا، ونبدا ونقفل ونخيطها كده. تمام، سهله سهله. بنجيب الابره من جوه ومن بره زي ما وريتكم. هنكملها بقى وهكمله وارجع اوريها لكم بقى. وبعد كده هنعمل بقى ايه، هنعمل الايد دي مع بعض. لو فاض قماشه من دي هعمل منها الايد، ما فاضش هنشوف ايه قماشه زي كده وهنعملها. انا هكمله بقى واوريه لكم. بصوا رجعت لكم تاني يا حبايبي. بصوا الساعه كام دلوقتي؟ الساعه 3:30. انا لسه مخلصه السبت من 10 لحد دلوقتي. انا كنت بعمل في السبت. بصوا
عندي هنا قصينا حته من الجنب، من الجنب من هنا اللي احنا فيه كان فيه زياده اهي اللي انا موصلاها دي، فخدناها عملناها لفيناها كده برمناها وخيطناها، عملناها للايد بدل ما نجيب ايه شكل تاني عشان يبقى شكل بعضه. ده كده الشكل الثبت بتاعي. بصوا شكل الفانوس هوريهولكوا تاني اكتر، هرفعه واوريهولكوا اكتر. بصوا من تحت، بصوا شكل الفانوس بالظبط. عملته ايه زي رسمة الفانوس زي ما انتم شايفين كده بالظبط اهو اهو. شايفين حاجة سهلة وبسيطة تقدري تعمليها في البيت من غير ما تشتري. هتجيبي السبت ب15 جنيه ولا ب20 جنيه، وهتعمليه عشان تجيبيه من بره ولا 50-60 جنيه. واي قماشة عندك بقى مش محتاجاها اي حاجة زي كده هتعمل لك احسن سبت. وده كان الفيديو بتاعنا، يا رب الفيديو يعجبكم، وما تنسوش تحطوا اللايك وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.